شفت اللي حصل في برشلونة؟ ازاي اتلتيكو مدريد سجل 4 أهداف مرة واحدة؟ وطب ايه اللي حصل من مدحت شلبي ولع الماتش اكتر؟ تعال اقولك، بس الاول اعمل لايك وشير عشان نوصل لأكبر عدد، وما تنساش تتابعنا عشان تعرف الجديد أول بأول. أتلتيكو مدريد بيفاجئ برشلونة برباعية قاسية وبيحط رجله في نهائي كأس ملك أسبانيا. دفاع برشلونة كان تايه وهجوم أتلتيكو كان ناري، والنتيجة صدمة لكل عشاق البارسا. لكن اللي زود الجدل أكتر تعليق مدحت شلبي في الماتش. انت الهوى اللي رماك ولا القرعة عجبتكو؟ هتزعل ياللي جيت هنا في سكة أتلتيكو. كل اللي جالنا هنا تعب وقال وجعوني. مين يستحمل خناقة في وجود دييجو سيميوني؟ يا نهار أبيض. في المقابل جماهير برشلونة جاهزة للمعركة تماما، وترد وتقول مين جاب سيرة الخناق؟ جايين هنلعب كورة. لو كنت عايزها عركة هنقلبها الأسطورة. ما هو مهم ومش مهم كل مدريدي يتقال عليه ملوكي، وإن كان سيميوني نمر فليك رفاعة الدسوقي. يا نهار أبيض، دي هتبقى ليلة. تصريحات ولعت السوشيال ميديا، وفي ناس بدأت تطالب إنه ما يعلقش تاني. دلوقتي قولي رأيك تحت، هل برشلونة تستحق الهزيمة؟ وإيه رأيك في مدحت شلبي؟ بيعمل روح وترند ولا شايف إن تعليقه مش مناسب للماتشات الكبيرة؟ اكتب رأيك في الكومنتات. أنا سارة ياسر، ودي دقيقة رياضة.